كتير من الأمهات بيكون عندها طفل دايما يزعق ويغضب كتير، وكل ما تحاول تتعامل معاه أو تكلمه يزيد أكتر. وكتير بيحسوا بالعجز قدامه. بس اللي الناس كتير مش واخدة بالها منه إن الطفل العنيف مش مؤذي، هو غالبا متضايق أو في حاجة مأثرة عليه ومش عارف يقولها. وده اللي خلانا نختار موضوع النهاردة، عشان نفهم ليه الطفل بيتصرف بعنف، ونحاول نفهم سلوك الطفل ده، ونعرف إمتى ممكن نحتاج للمساعدة. حلقة النهاردة مش بس لكل أب وأم، دي لكل حد بيحب يفهم الأطفال بدل ما يحاكمهم. في البداية برحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية. برحب بلايف كوتش أحمد. أهلا بيك يا كوتش. حلقتنا النهاردة موضوعها عن سلوك الطفل العنيف، وإزاي ممكن نفهمه ونتعامل معاه. جاهز نبدأ؟ أهلا بيك يا كوتش، برحب بيك وكل مستمعينا في بودكاست مراية. الحلقة دي مهمة جدا ومحتاجين نتناقش في كل تفاصيلها بوضوح أكتر. ممكن أبدأ بسؤال: هل الطفل ممكن يكون تعبيره بعنف بأكتر من صورة، ولا هو نمط وأسلوب معين؟ العنف ممكن يكون ليه أكتر من صورة. في عنف جسدي زي الضرب، العض، التكسير. في عنف لفظي زي الصراخ، الشتايم، أو تهديد من اللي حواليه. وده بيكون غالبا وسيلة للتعبير عن مشاعر الطفل اللي مش قادر يوصلها بالكلام. خلينا نقول إن في أسباب كتير ممكن تخلي الطفل عنيف وبيتصرف بالشكل ده. أول سبب إنه ممكن يكون عايش في بيئة فيها عنف، سواء عنف لفظي أو جسدي، فيقلد اللي بيشوفه، أو إنه بيتعرض لضغط نفسي ومش لاقي طريقة يخرج بيها اللي جواه. وأوقات التصرف أو السلوك ده بيعمله علشان يجذب انتباه اللي حواليه. وممكن عنده صعوبة في التعبير عن مشاعره، مش بيعرف يعبر عن اللي جواه. وفي حالات معينة بيكون فيها اضطرابات سلوكية أو عصبية. وكتير من الأهل بيردوا على عنف الطفل بعنف أكبر أو عقاب شديد، وده غلط كبير جدا. لما أضرب الطفل علشان مثلا أعلمه ما يمدش إيده أو ما يضربش حد، أنا هنا بوصل له رسالة متناقضة، إنه لازم يتضرب عشان غلط. وهنا هو مش هيفهم غير إنه يكرر نفس السلوك، لأنه جواه غضب ومحدش فهم هو عمل كده ليه. وعلشان نتعامل بطريقة متوازنة مع سلوك الطفل العنيف لازم في البداية نفهم السبب، لأن مش كل سلوك غلط سببه عناد. ممكن يكون مشاعر جواه فيها ألم أو زعل أو غضب، لكن مش عارف يعبر عنها. نحاول نحط حدود واضحة معاه ولكن بأسلوب هادي. يعني لما يضرب حد مثلا تكلميه بالراحة وبهدوء وتفهميه إن الضرب تصرف وحش جدا ومش مقبول. وكل مرة يتصرف كده تتكلمي معاه بهدوء علشان يتغير ويفهم إن اللي بيعمله غلط، وفي أسلوب تاني ممكن يعبر بيه. علميه يعبر بالكلام، يعني قوليله لو زعلت اتكلم، قول إنك زعلان بدل ما تضرب. ممكن الموضوع في البداية يكون صعب لأنه مش متعود يعبر، لكن مع الوقت هيتعلم يقول اللي جواه. وما تنسيش إن أي تصرف أو سلوك إيجابي يعمله تشجعيه وكافئيه عليه، ده هيفرق معاه جدا. لو حسيتي إن السلوك العنيف ده بدأ يأثر على علاقته بأصحابه أو في المدرسة واستمر لفترة طويلة، وفي عنف ضد نفسه أو الحيوانات، في الوقت ده محتاجين تدخل نفسي علشان نعرف إذا كان في اضطراب سلوكي محتاج علاج. أو لايف كوتش يساعد في عمل نظام وخطة هتساعدك إنك تتعاملي وتواجهي الموضوع ده بشكل متوازن وصحي. ودلوقتي وبعد كل التفاصيل اللي اتكلمنا فيها، نقدر نقول إن الطفل العنيف مش سيء، ولا محتاج أسلوب ومعاملة جديدة عشان يرجع للسلوك ده. هو بس محتاج حد يفهمه ويوجهه ويعرف ايه اللي جواه. بالظبط كده. وحابب أقول لكل أب وأم بيسمعونا: تعاملوا مع سلوك الطفل العنيف كإشارة أو إنذار إن الطفل ده جواه مشاعر وحاجات كتير اتعرض ليها ومعرفش يعبر عنها إلا بالطريقة دي. وما نحكمش عليه بشكل عام، لازم نفهم الأول. خليكوا دايما جنب أولادكم، وادوهم مساحة الحوار والأمان والحب، وتعرفوهم إن في حدود واضحة لازم نتعامل بيها، ووقتها هتشوفوا الفرق، لأنه هيكون واضح جدا في المعاملة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. موضوع حلقتنا فعلا يستحق الاهتمام والمناقشة، ويا رب نكون وصلنا رأينا لكل مستمعينا بوضوح، ونكون دايما سبب في وعي بسيط يفرق معاكم.
كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بإيهاب على الفيسبوك، انستجرام وثريدز، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة بالتعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.